انت ازاي يا استاذ بتقبل انك تترافع عن متهم في قضيه مخدرات او قتل او سرقه او اي قضيه من القضايا المخله بالشرف والامانه العامه؟ انت كده بتشارك المتهم في جريمته وبتساعده على ارتكاب الجريمه اللي جايه. طبعا الكلام ده غير سليم تماما، وبينم عن معلومه غير مكتمله عن دور المحامي ايه بالظبط. وانا هنا النهارده علشان اعرفك ايه هو دور المحامي. المحامي مش دوره ان هو يدافع عن تهمه او جريمه، المحامي دوره ان هو يدافع عن متهم وعن حقه في تطبيق نص القانون وتحقيق العدالة. المحامي مش دوره ان هو يقلب الحق باطل ولا الباطل حق، ولا ان هو يتلاعب بالأوراق، ولا ان هو يصطنع دليل لنفسه. المحامي دوره من اول ما بيتولى ملف القضية، من ساعة ما بتكون القضية امام جهات التحقيق لحد جهات الفصل، بيكون مجرد في البداية دور إشرافي. يعني لما بيبقى المتهم بيتحقق معاه في مركز الشرطة، لا النيابة ولا المحامي ولا المحكمة بتعرف ايه اللي تم جوه الغرفة المغلقة ما بينه وما بين ضابط الشرطة. ولما بينتقل المحضر للنيابة ساعتها بيبدأ دور المحامي. المحامي في الوقت ده بيبقى دور إشرافي على النيابة، بيراقب النيابة وبيراقب التحقيق. هل التحقيق تم بالشكل القانوني السليم ولا لا؟ هل المتهم تم إجباره داخل النيابة على إن هو يقول أقوال مش عايز يقولها، أو تم نسبة أقوال ليه هو ما قالهاش أصلا ولا لأ؟ طبعا ده بيضمن نزاهة التحقيق وإن المتهم يكون قال كل اللي عنده. وكده يا كده النيابة بيبقى قدامها محضر الشرطة وبتستجوب المتهم وبتقول كل الكلام اللي هو بيقوله، سواء كان الكلام دوت بالنفي أو بالإنكار. ساعة ما الملف بتاع القضية بيخلص وبيبقى قدام المحكمة علشان الفصل، هنا بيجي الدور الأخير للمحامي. المحامي مش دوره إن هو في كل القضايا اللي بيوكل بيها إن هو يجيب براءة. المحامي دوره إن هو يشارك القضاء في تحقيق العدالة. يعني القاضي ممكن يكون قدام ورق القضية في أسباب للإدانة وفي أسباب للبراءة، ولكن القاضي كده كده أو المحكمة بيبقى اتجاهها إن هي تدي إدانة. دور المحامي في الوقت ده ان هو يبدأ ان هو يفصص القضية ويبص على الحاجات اللي بتقول انه يستحيل ان الشخص ده يكون ارتكب الجريمة او ارتكب التهمة دي، وبيبدأ يوجه نظر المحكمة ان في مخالفات حصلت، سواء كانت المخالفات دي اجرائية او كانت مخالفات بتتعلق باي شيء في سير التحقيق. وساعتها المحكمة لما بتشوف الكلام ده بتكون عقيدة ان في شك، والشك دايما بيفسر او بيبرر لصالح المتهم، لان الاحكام الجنائية لا تبنى على الظن وانما تبنى على اليقين القطعي بالثبوت او بأدلة الثبوت.